فنية طبعا ونفسية. المدرب عنده جزء من المسؤولية، اللاعبين أيضا عنده جزء من المسؤولية، لأنه حتى من دون مدرب أنت كلاعب فوق أرضية الميدان بقد دقيقة تنزل شعب الكاميرون كله ما يسجلش عليه هدف ثاني يعني من دون مدرب. وبعدين المدرب ايضا كانت عنده مسؤوليته سواء في الخيارات الاولى الفنيه اللي خلتنا نكونوا خاسرين 1-0 من هو لغايه صاحب المسؤوليه الاكبر حافظ؟ بالماضي. بالماضي هو صاحب المسؤوليه طبعا الاكبر مثل ما نقولوا بالماضي كان له الفضل الاكبر في تتويجنا بكاس افريقيا. هو كان صاحب الفضل الكبير لانه لما جاء كان منتخب مهدم، ولكن هو كان له فضل كبير في التحول اللي صار وفزنا بكاس افريقيا. الفضل الكبير مثل ما كان له الفضل الكبير في الاخفاق. نعم. اليوم نحمله أيضا مسؤولية ذلك الإخفاق. ثم بعد ذلك تأتي القرارات ليست لا من اختصاصي ولا من اختصاص من يقفون ضد أو مع جمال بالماضي. هذه اختصاصات هيئة كروية. الهيئة الكروية في الجزائر غائبة تماما، لا تتحكم لا في المدرب ولا في محيط المدرب ولا في قرارات المدرب، وهذه هي الكارثة الكبرى. من المفروض أنه بعد إخفاق كأس أفريقيا هناك حصيلة تمنح للاتحاد، والاتحاد يقيم النتيجة ثم بعد ذلك يتخذ القرار. كان هناك الإقصاء المر، يجب أن يكون هناك تقييم وتحميل مسؤولية من كان وراء هذا الإقصاء المر الذي يحرمنا اليوم. وأنا أتحدث وقلبي يتقطع قادة وأنا هنا في الدوحة عن غياب المنتخب الجزائري. تحميل